بسم الله الرحمن الرحيم. حبايب قلب الكابتن ريش، كلمتين كده يا اخوانا نتكلموا النهارده على ماتش الاهلي ومازيمبي. طبعا الماتش الحمد لله رب العالمين ربنا كرمنا وخلص 0-0. طبعا الماتش زي ده يا جماعه الخير احنا كنا ممكن برضو ان احنا نطلع بيه بنتيجة احسن شوية من كده. طبعا ضيعنا كورتين او ثلاثة، ولكن برضو على الجانب الاخر الحمد لله لان هم برضو ضيعوا كورتين او ثلاثة ما يضيعوش. النهارده شوبير شايل انفرادين ما يتشالوش طبعا، وده نعمة من عند ربنا والله ان شوبير يعني ربنا كرمه. طبعا يعني الف مليون شكر الفايلر انه جاب لنا عم ميشيل يانكون اللي وصل الحراس بتاعنا ان بقت الانفرادات ما بتدخلش فيهم. فده طبعا الحمد لله. عندنا مشكله كبيره طبعا زي ما قلنا في الدفاع. طبعا ما نقدرش نقيم النهارده طريقه اللعب ان احنا ازاي نلعب هجوميا وازاي نطلع بالكره ونعمل الكلام ده. مستحيل على ملعب زي ده تعرف تلعب فيه كوره، ده ملعب ما ده غيط ما يتلعبش فيه كوره. طبعا الحمد لله ان الماتش خلص عشان التصوير وعشان عينينا، الواحد يعني بصراحه عينيه باظت من الماتش. بس الحمد لله. طبعا في قلق شويه موضوع الاصابات، الله اعلم كوكا الدنيا فيها ايه، الله اعلم اكرم. طبعا كولر ما اقدرش الومه قوي على اي حاجه حصلت النهارده، الراجل عمل احسن اللي ممكن يحصل. طبعا لو كان اللعيبه بتاعتنا استغلت الاهداف، استغلت الكور اللي جات لها، كنا ممكن نطلع مستريحين نجيب جون او اتنين مستريح. بس برضو الحمد لله التوفيق وقف معانا ان ربنا كرمنا في اكتر من كوره ليهم كان ممكن ان هي تدخل، لكن الحمد لله ربنا ستر. اللي انا عايز اقوله بس يا جماعه الخير النهارده ان كولر بالرغم من ان هو حاول انه يلعب كوكا ويلعب معاه اكرم توفيق، الاثنين يلعبوا كرقم ستة في قلب الملعب، محاوله انه يقفل يقفل عمق الملعب بتاعنا اللي هو كان اكتر حاجه ظاهره فيها مشاكل. هو قدر يعمل كده نسبيا، لكن للاسف بقى الاطراف بقى فيها مشكله. الطرف اليمين بالتحديد كان فيه مشكله كبيره تعدى من عند محمد هاني في مرتين او اكتر. برضو الكور العرضيه اللي على الزاويه البعيده ما بنقدرش ناخدها لان التغطيه العكسيه ضعيفه، بالذات تغطيه رضا سليم. وظهرت في الكوره اللي كوشوبير شد فيها مع رضا سليم، اللي هو فكره ان رضا اتاخر قوي في ان هو يضغط وبقى اللعيب رايح انفراد لما الكرة اتلعبت عرضية على العارضة البعيدة. دي حاجة. الحاجة التانية اللي احنا بس عايزين نقولها ان طبعا للأسف وجود وجود اكرم مع كوكا منع طبعا ان هو يقدر يطلع باللعب ويقدر يلعب الكرة بتاعته، وده منطقي انا مش هقدر الوم عليه فيه. موضوع ان هو التغييرات مفيش اي حاجه احسن من اللي هو اتعملت في رايي انا الشخصي. فانا شايف ان الماتش تعادل ده مصلحه لينا، لكن لازم ناخد بالنا. واتمنى ان هو في الفتره اللي جايه بالذات لحد ماتش العوده يحاول يظبط الدفاع شويه، يحاول يوقفهم صح في الكور العرضيه. احنا للاسف في الكور العرضيه والكور الثابته ما بنقفش فيها مظبوط، واكتر من كوره حظنا كان حلو ان هم ما دخلوش. كان في كذا كوره من ضمن كوره الشوط الثاني عدت جنب العارضه تمام، في اكتر من كوره. الكرة التانية ما خدناهاش، بالرغم المفروض انا بلعب باكرم وكوكا عشان اي كرة تانية المنطقة بتاعت قلب الملعب دي كلها تتقفل. فحتى بالرغم من وجود هما الاثنين للاسف انا شايف ان مستوياتهم برضو بعيدة، لكن في الاوفرول الحمد لله الدنيا عدت ومبروك. السلام عليكم.